مثل وزير الخارجية الروسي الآن صدر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تشعر بالقلق البالغ إزاء الوضع في سوريا، مشيرا إلى أن جماعات مسلحة متطرفة تقوم بقتل الناس على أساس خلفيات العرقية والدينية. وأضاف خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي 23 من يناير وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس أن الوضع في الشرق الأوسط مثير للقلق بشكل خاص وخاصة في سوريا. واعتبر لافروف أن مجموعات من المسلحين المتطرفين ترتكب أعمال تطهير عرقي حقيقية وإعدامات جماعية على أساس عرقية ودينية، ولفت إلى أن الدول الغربية تميل إلى تجاهل الجرائم ما دامت لا تتعارض مع خططها العالمية. أنا أتفق معك يا لافروف، بس في اجتماع لمجلس الأمن إمتى اجتماع مجلس الأمن؟ وطلبت روسيا أنه الاجتماع يكون مغلق، لمجلس الأمن يكون مغلق، يعني من دون صحافة، من دون إعلان، من دون أي شيء، مشان سوريا. غدا في هذا. قبل فترة خبرتكم بشيء هام للغاية بموضوع الساحل، قلت لكم في توافق روسي فرنسي أمريكي على شو؟ إقليم الساحل. نعم، إقليم الساحل. طيب خلونا نحكي شوي بالسياسة وبعدين نرجع للمادة الأساسية لأغاني. خلونا نحكي شوي بالسياسة وبعدين نروح على المادة الأساسية ومحتواها الأساسي هو الأغاني. مساء الخير لكل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف. طبعا عندنا 3 مواضيع هامة للغاية. أول شيء تصريحات وزير الخارجية الأمريكي. طبعا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي هامة للغاية، وراح نشوف في المرحلة القادمة راح تترجم على الأرض فعلا. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، كيف ستقوم أمريكا بمساعدة أحمد الشرع؟ كيف ستقوم أمريكا بمساعدة أحمد الشرع إن حصلت فعلا حرب أهلية في سوريا؟ طبعا من الواضح أنه في كتائب كثيرة ومجموعات موجودة داخل سوريا هي معارضة لأحمد الشرع، وراح يظهر هذا خلال الفترة القليلة القادمة. فالسؤال الذي يطرح نفسه، بدي أعيدكم ل3 اللي تحدثنا عنه. طبعا في اتفاقيات عديدة موجودة لم يعلن عنها أحمد الشرع، يعني الآن هو في أذربيجان بالتفاوض مع الإسرائيليين. طبعا هناك نقاط خلافية في التفاوض. أحمد الشرع، إسرائيل تطلب من أحمد الشرع أنه يعلن بشكل مباشر بالتنازل عن الجولان وعدم المطالبة فيها أبديا. انتهى. الشيء الآخر، الإسرائيليين يطلبون من أحمد الشرع الاعتراف بإقليم الساحل، عفوا بإقليم الجنوب والساحل، الجنوب والساحل. الشيء الهام للغاية أيضا إعلان طرد المنظمات الفلسطينية واعتبار حركة حماس حركة إرهابية. طبعا هاي المطالب صعبة كتير بشكل علني، موافق عليها أحمد الشرع على فكرة، مشان تعرفوا هاي الطلبات موافق عليها أحمد الشرع، لكن المشكلة في الإعلان. المشكلة أنه في الإعلان أحمد الشرع يطالب بأنه اتفاقيات تكون سرية وما يعلن عنها، لكن إسرائيليين مصرين على أنه تكون معلنة للعالم كلياته. مثل ما حصل في 69 مع حافظ الأسد لما لحق الوفد الأوروبي إلى بيروت في 69 عفوا، حضر وفد أمريكي بريطاني إلى دمشق وقتها. مين كان الرئيس في 69؟ أساسي أمين الحافظ قبل كان أبو عبد الجحش. على كل، فجاءوا وفد أوروبي للتفاوض على مسألة الجولان، قام رفض
الحكومة السورية وقتها رجع الوفد إلى بيروت في 79. قام حافظ الأسد ركب تاكسي ولحقهم وقدم خدماته وقال لك أنا مستعد إني أتنازل عن الجولان، لكن بشكل غير علني، مقابل إنه تسلموني السلطة. ب 69 نعم. و100 مليون دولار أعطوه وقتها. و100 مليون دولار بذاك الوقت كان مبلغ كبير حتى يساعدوا على انه يستلم الحكم حافظ الاسد وحطوه على الحكم. احمد الشرع يريد اتفاقية مشابهة لاتفاقية حافظ الاسد، انه ما تكون معلنة حتى ما يبين حافظ الاسد انه خاين. ف3 مطالب عم تنطلب من احمد الشرع بخصوص اسرائيل وتواجد الوفد في اذربيجان الان. 1، اعلان بشكل رسمي التنازل عن الجولان وعدم المطالبة به فيها أبديا لإسرائيل. 2، إعلان إقليم للساحل وللجنوب السوري إخواننا الدروس. 3، إعلان حركة حماس حركة إرهابية والحركات الفلسطينية كلها حركات إرهابية وطردها من سوريا. هاي 3 مطالب. المطلب الأخير بيقدر يحققه، طرد حماس من سوريا وإعلان حركة إرهابية، قادر يعمل هاي. المطلبين الثانيات ما بيقدر يعلنهم. فهو عم يتفاوض مع الإسرائيليين إنه نعمل الشغلة سرية مثل ما كان مع حافظ الأسد بزماناتها. وهو فعلا ما بيقدر يعلن، ستفشل المفاوضات هاي. وأساسا الإسرائيليين خانقينه بهاي الطلبات ال3. سجلوها، هاي راح ترجعوا لي بعد فترة عليها، تماما. سجلوها، راح ترجعوا بعد فترة ونتحدث فيها. 1، التنازل عن الجولان بشكل نهائي وعدم المطالبة به واعتباره جزء من إسرائيل بشكل أبدي. الاعتراف أو إعلان إقليم جنوب سوريا والساحل السوري. 3، إعلان حركة حماس حركة إرهابية وطرد جميع المنظمات الفلسطينية وعلى رأسهم حماس من سوريا. هاي الطلبات الإسرائيلية ال3 يجب عليه تحقيقها، بالإضافة إلى طلب رابع هم طلبوه من الأتراك، مو منه هم، مو من أحمد الشرع، منع تركيا من إنشاء قواعد عسكرية، والأتراك وافقوا على هاي الطلب، فلذلك ما ذكرته. لكن ال3 طلبات الأساسية هي الطلبات صعبة جدا على الجولاني. ليش؟ لأنه عم بيطلعوا يطلبوا من الجولاني بشكل واضح وصريح يعلن حاله خاين، والجولاني بده اتفاق مشابه باتفاق حافظ الأسد مخفي، يعني موافق على كل شيء الجولاني بس بشرط انه يكون مخفي. واسرائيل ما بترضى بهذا الشيء. ما له علاقه شرق الفرات، لا تكتبوا لي، ما له علاقه، هاي اتفاقيه اسرائيل والجولاني. واسرائيل مصره على انه المساله هاي بتكون علنيه وامام الناس كلياتها وامام جميع الدول وتسجل في الامم المتحده، ويتنازل سوريا بشكل رسمي عن جولان. هاي المعضله الكبرى، يا اما بدك تحلق وتمشي. فالمسألة هون، احفظوا هذا الكلام، علمت الولايات المتحدة الأمريكية أنه المفاوضات ما بين الإسرائيليين والجولاني
عم تروح لطريق مسدود. فطلع وزير خارجيتها بهذا التصريح، فطلع وزير خارجية أمريكا بهذا التصريح الواضح أنه مقدمين نحن على حرب أهلية، وأنه بده يصير في هيك بسوريا، وإحنا لازم ندعم الحكومة الانتقالية. طبعا مسألة لازم ندعم الحكومة الانتقالية هذا كذب بالإعلام، وأنا علمتكم هذا الشيء. هم لما بدهم يخوفوا الناس من شيء ولازم نوقفه، بيطلعوا بيعلنوا عكسه. احنا لازم ندعم الجولاني وحكومته الانتقالية لأنه ممكن يصير فيها حرب أهلية. هذا كلام عكسه تماما. يعني هن رح يعملوا ويطلقوا أيدي أنه تصير حرب أهلية ما بين في سوريا، لأنه شافوا أنه الطرق اللي جابوا الجولاني مشانها بالأساس. هم ليش جابوا الجولاني على الحكم في سوريا؟ ليش جابوا الجولاني على الحكم في سوريا؟ لحتى ينفذ هاي الطلبات كلياتها. هلا جولاني ما قادر ينفذ هاي، وما قادر انه يطلع حاله قدام الأمة العربية كلياتها خاين. شو انت بتتنازل عن جزء من سوريا والجولان وتعمل اقليمين وتطرد حركات الفلسطينيه كلها وعلى راسهم حماس، وتتهم انه حركات ارهابيه؟ صعب جدا. فالاسرائيليين جابوه اساسا مشان هذا الموضوع كلياته. فطيب اذا ما قادرين يحققوا هاي المطالب وتكون صعبه، اسهل حل انه تصير الجولان لسوريا والجنوب يصير اقليم والساحل يصير اقليم. شو هو؟ يفشلوه مشان يتقسم. طيب إذا تقسم وين راح الجولان؟ سوريا إذا تقسمت الجولان صارت رسميا لإسرائيل، انتهت، لأنه أساسا سوريا تقسمت. مين بده يطالب بالجولان؟ سؤال، إذا سوريا تقسمت مين راح يطالب في الجولان مستقبلا؟ فهمتوا المسألة السياسية في الموضوع كله؟ فلذلك شفنا التحذير اللي حصل الآن. التحذير هذا معناه أنه سوريا فعلا قادمة على مصيبة كبيرة جدا. قادمة على مصيبة كبيرة جدا في سوريا. الحرب الأهلية على الأبواب. هم يفعلوا الحركات الإسلامية الثانية اللي ضد الجولاني، وتركيا تفعل الكتائب تبعها، وإسرائيل تفعل الجنوب، وكله بيطحن بعض. بنفوت في دوامة في سوريا لسنوات. طبعا هون شرق الفرات مستثنى من هذا الموضوع، لأنه نحن بنعرف شو الفيلم وبنعرف شو هي المسألة. فلذلك نحن ما لنا لا ناقة ولا جمل بالمواضيع هاي تبعيتهم، وما بنتدخل إلا في حال إنه إذا كان في إرهاب فعلا وكذا وهاي واقترب الخطر إلى مناطقنا وهاي، وقتها من حقنا طبيعي إنه نتدخل. فهمتوا المسألة السياسية من هذا الموضوع؟ شفتوا الربطة؟ حدا قادر يربط الربطة هاي؟ وبكرة راح تجوني وتقولوا لي هذا الكلام طلع صح. هلا مو كل واحد يكتب لي جملة والله فلان مكان وفلان مكان وفلان مكان وفلان مكان وفلان مكان. هذا بيتركوه. أنا بتحدث بالمجمل. هلا أنا بتحدث بالمجمل. بالأيام القليلة القادمة بنصير بنفصل لكم إياه تفصيل بقى. لا تستطيع تركيا إنقاذ الشرع. لا تستطيع تركيا إنقاذ الشرع، وممنوع إنقاذ الشرع. أنا بقول لكم إياه. طبعا اللي حضر حلقة امبارح راح يفهم كمان إنه أساسا الجولاني هو مو رجل تركيا. الجولاني رجل بريطانيا وأوكرانيا، وخرج من إيد الأتراك. فلحقوا الأتراك، لحقوا الأتراك وقدموا له كتير: نحن نساعدك، نحن نبني، نحن نعمر، نحن نعطيك، نحن كذا، نحن كذا.
ما لك حدود إلا عن طريقنا، أنت عليك حاليا كعقوبات، إحنا نساعدك برفع العقوبات. وقدموا الأتراك خدماتهم، قدموا الأتراك خدماتهم. أما بالبداية كانوا أكبر أعداء جولاني هم الأتراك، اللي حاولوا على مدار عامين في إدلب أنه يعملوا عليه انقلابات، اغتيالات، مظاهرات، كانوا بده يخلعوه بأي شكل من الأشكال، لكن لم ينجح الأتراك وقتها. تذكروا هذا الكلام كلياته. الآن في عندنا اجتماع مغلق غدا في مجلس الأمن بطلب من روسيا، وأنا قبل أسبوعين ثلاثة تحدثت بهذا الموضوع بشكل واضح وصريح. سوف يطلب من الجولاني، سوف يطلب منه أنه يفرغ الساحل. هذا راح يكون مطلب روسي، ومتوافقة روسيا وأمريكا وفرنسا أيضا. احنا بنعرف فرنسا أخذت اللاذقية تقريبا، والإمارات أخذت طرطوس، والروس راح تبقى مصالحهم اللي موجودة فيها. راح يطلبون من أبناء المنطقة نفسهم، ما راح نقول جيش أو كذا، لكن راح نقول راح يصير أسايش من المنطقة نفسها، وبحماية دولية، وبحماية دولية أو بانتداب دولي على الساحل. حقيقة هاي أخوانا العرب، إن كان يرضيكم ولا لا يرضيكم هذا الكلام، هذا الكلام لا يعبر بالضرورة أنا شو بدي. وأنا ما بحلل السياسة من وجهة عواطفي الشخصية، لكن هذا الأمر اللي أنا شايفه بده يصير. وعلى مدار سنوات طويلة أقدم تحليلات وعم تطلع إلى الآن تقريبا بنسبة 99% صح. رح أرجع أعيد الجمل لحتى تفهموا الترابط ما بين الحبكة كلياتها. الإسرائيليين ونظام الجولاني عم بيتفاوضوا في أذربيجان برعاية أذرية وتركيا. وصلوا إلى طرق مسدودة. يطلب الإسرائيليين من أحمد الشرع بكل وضوح التنازل عن الجولان بشكل علني وإلى الأبد لإسرائيل. الجولاني أحمد الشرع يطلب من إسرائيل أنه تكون العملية سرية، مثل ما حصل ما بينهم وما بين حافظ الأسد في العام 1969. إسرائيل ترفض هذا الأمر. هناك 3 مطالب رئيسية لإسرائيل من أحمد الشرع. 1، التنازل عن الجولان بشكل نهائي. 2، الموافقة على إنشاء أقاليم في الجنوب السوري والساحل السوري، أقاليم فيدراليات لا مركزيات المهم. المطلب الثالث، إعلان بشكل واضح وصريح أن حركة حماس هي حركة إرهابية، وطرد المنظمات الفلسطينية وعلى رأسها حماس من سوريا. طبعا بالإضافة إلى إيران والأذرع الشيعية، وهاي موافق عليه أحمد الشرع. هذا حديث ما بدنا ندخل فيه نهائيا بالأساس. هدول المطالب طبعا غير مطالب أمريكا، هدول المطالب غير مطالب أمريكا ومطالب أوروبا. هاي المطالب الإسرائيلية المتعلق باتفاقية السلام الإسرائيلية السورية. هاي المطالب اللي مطالب فيها. طبعا الاتفاق الإبراهيمي من ضمنها أنه يدخل بالاتفاق الإبراهيمي ومعاهدة سلام. هذا كله حكي ما بحب أحكي فيه لأنه بديهيات، هذا حكي في السياسة بديهيات. لكن الحكي الأساسي هي نقطة الخلاف على هذه ال3 مطالب الرئيسية. صعب جدا على أحمد الشرع يخرج ويعلن أنه إسرائيل، أنه جولان أصبحت إسرائيلية إلى الأبد. هنا خيانة عظمى. وصعب عليه جدا الآن في الوقت الحالي يعلن الأقاليم أيضا في الجنوب وفي الشمال، في الساحل. ليش؟ لأنه بده يصير عليه أيضا هجوم وكذا، وأنه قسم سوريا ومن هالكلام هذا. وكمان صعب عليه جدا أنه يعلن حركة حماس حركة إرهابية ويطرد الحركات الفلسطينية اللي موجودة في سوريا، لأنه راح يقوم عليه كل الإرهابيين أو الراديكاليين أو الإسلاميين، سموهم ما شئت، ضده.
فالثلاث مطالب صعبة جدا، بالإضافة إلى المطالب الثانوية اللي حكيت لكم إياها: الاتفاق سلام، دخول في الاتفاق الإبراهيمي، طرد حماس، عدم التعامل مع إيران. هذا الكلام كله بنعرفه، هذول بديهيات، هو موافق على هذول. أنا بحكي على الخلافات. طبعا عندما علمت أمريكا أنه المفاوضات ما بينهم وما بين أحمد الشرع، الإسرائيليين وأحمد الشرع، أصبحت تقريبا في طريق مسدود، ولا يستطيع أحمد الشرع الموافقة على الثلاث هذه الشروط بشكل أساسي، خرج اليوم علينا وزير الخارجية الأمريكي بتصريح هام، هو تصريح مبطن لأحمد الشرع. هذا التصريح اللي خرج اللي قال فيه: يجب علينا دعم الحكومة الانتقالية لأنه ممكن أن تحصل خلال أسابيع قليلة القادمة حرب أهلية. فهنا هذا تهديد لأحمد الشرع نفسه بصيغة سياسية مختلفة من الناس اللي بتفهمها بشكل العام. ولا ليش يطلع بهذا الوقت ويتكلم أنه لازم ندعم أحمد الشرع والحكومة الانتقالية؟ لأنه الحكومة الانتقالية مهددة في حرب أهلية، ويربط هذا بالأقليات اللي موجودين في سوريا أيضا. هذا اسمه تهديد مبطن، هذا اسمه تهديد في علم السياسة. وهي الرسالة ليست للناس العاديين، الناس العاديين بتفهمها بشكل آخر مختلف، لكن السياسيين يفهمونها بصيغة مختلفة تماما. فالشفرة تبعيتها انه انت مهدد، واذا ما مشيت مثل ما بدنا نحن بدنا نخلي الدنيا كلها تقوم عليك وتصير حرب أهلية عليك. فهمتوا؟ هذا هو صيغة ومفهوم الحديث اللي خرج من وزير الخارجية. بيطلع واحد بيحلل بيقول لك لا، هذا موجه للأمريكان مشان انه يدافع عن انه شلون ترامب التقى بأحمد الشرع. مش الأمريكيين سائلين على ترامب التقى مع مين وما التقى مع مين؟ وهذا الرئيس الأمريكي بيلتقي مع مين ما بده ومع مين ما بده كمان. ليش لما راح على كوريا الشمالية، أو لما جاء رئيس كوريا الشمالية قابل ترامب، وهو كان من ألذ أعداء الولايات المتحدة الأمريكية، كان يحتاج ترامب مبرر ليش تقابل مع رئيس كوريا الشمالية في الأعوام 2016 و17 و18. لما حصلت في عام 2017 كان محتاج تبريرات ترامب لها. طبعا المحللين بده يطلعوا كل واحد يفسر من وجهة نظر اللي بيحبها هو. نعم، ممكن الأمريكان ينقلبوا على أحمد الشرع بكل بساطة وبسرعة، حتى لأنه ما بينفذ المهمة اللي جاي مشانها هو، وهو بالنهاية عميل بريطاني، هو عميل له. لكن في نقاط أساسية لا يستطيع تجاوزها، لأنه صعب جدا، لأنه الشعوب العربية رح يدخل اسم أحمد الشرع في التاريخ أنه باع وخاين، ورح تنقلب عليه الأمة العربية كلياتها كشعوب. ما رح عم أحكي لك كحكومات، لا، كشعوب. هو بالضبط سطيف الأعمى، هو بالضبط سطيف الأعمى.